السلام عليكم يا اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور. مرحبا بكم في فيديو جديد مليء بالاخبار الحصريه كما عودتكم قناه بالفاسبور. ما نطولش لكم، نبداو باول خبر حول اجراء المنتخب المغربي مقابله وديه مع المنتخب البرازيلي، وكذلك خبر آخر حول السعودية التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية سنة 2023، وكذلك خبر آخر حول زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وخبر الأخير الذي معنا هو الاتحاد العربي يسحب قرعة يسحب قرعة كأس الملك للأندية. إذا نمر بالتفاصيل مباشرة. إذا أول خبر معنا هو حول إجراء المنتخب المغربي الأول مقابلة ودية مع المنتخب البرازيلي في 25 مارس سنة 2023، يعني هذه السنة، بملعب الكبير لطنجة أو ملعب ابن بطوطة على الساعة 10. يعني هذا الخبر فقط يعني قبل دقائق أو ساعة من الآن اللي إخراج هذا الخبر حول إجراء مقابلة ودية أو إجراء مقابلة ودية بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، يعني على الساعة 10 في ملعب طنجة الكبير. إذا نمر الخبر الثاني. الخبر الثاني الذي معنا هو السعودية التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية سنة 2023، بحكم أن كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب فهي تحسب للسنة الماضية سنة 2022، ولكن السعودية ستستضيف الكأس العالمية للأندية سنة 2023، يعني هذه السنة. الخبر الآخر الذي معنا هو حول زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ابتداء من سنة 2025 إلى 32 فريق، يعني بأن النسخة السابقة كانت يعني 7 فرق تتبارى من أجل الفوز بكأس العالم للأندية، لكن ابتداء من النسخة يعني سنة 2025 سوف يشارك فيها 32 فريق. وسأعطيكم كل قارة كم ستأخذ من مقعد لكي يمثلها في كأس العالم للأندية. أو القارة التي معنا بأكبر رصيد أو بأكبر يعني حصة، القارة الأوروبية 12 مقعد، تليها أمريكا الجنوبية 6 مقاعد، وتليها كذلك آسيا 4 مقاعد، والقارة الإفريقية كذلك ب4 مقاعد، وأمريكا الشمالية ب4 مقاعد، وأوقيانوسيا مقعد واحد، والبلد المستضيف مقعد. إذا هذه هي النسخة التي ستجرى ابتداء من سنة 2025 ب 32 فريق كما أشرت لكم. كل قارة سوف يأخذ منها عدد من المقاعد. الخبر الأخير الذي معنا هو حول الاتحاد العربي يسحب قرعة كأس الملك سلمان للأندية في مارس المقبل بالاعتماد على تصنيف الفيفا، حيث ذكرت الصحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم سيسحب في مارس المقبل قرعة كأس الملك سلمان للأندية بتواجد 37 فريق، وذلك بالاعتماد على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا هذه الأخبار التي كانت معنا. أعتذر على هذا الصوت الخافت لكوني لدي نزلة برد، شفانا الله وإياكم. كنتمنى تقبلوا علينا. إذا هذه الأخبار التي كانت معنا، أتمنى أن أجدكم في بخير وعلى خير إن شاء الله في فيديو جديد. إلى هنا ينتهي فيديو لهذا اليوم، والسلام عليكم.